مساء الخير. الحمد لله تمام. الحمد لله. الحمد لله تمام. الحمد لله. الحمد لله. احب تعرف الناس كده بحضرتك. انا كابتن حسن عباس حسن، انا اسيستنت كابتن نور فيتنس مانجر تكنيكاليتي بروجرامز في برو سنترز، ودخلت مع دكتور سعد المصري عشان يشخص لي حالتي عن طريق البوينتس بتاعت الفودز بتاعتي، عشان فيها مابس كلها لاي السكاجول بتاع كل جسمي، بتاع المابس بتاعتي بتاع الاعضاء بتاعتي. فقعد يشرح لي شويه كيسز كده عن المشاكل اللي عندي كجيوب انفيه، طلعت بجد قوي لما شخصها لي. شويه مشاكل في الكلى كانت عندي شويه بسيطه برضو، بدا يقولها لي نقص في الفيتامينز عن طريق حاجات معينه في الفايبرز، فبدات اخد منه معلومات بجد يعني هتساعدني كويس في الشغل عشان اقدر استمر في الموضوع دوت. فالجلسه بتاعت الريكسولوجي يعني حاجه مهمه قوي بجد، بنصح بيها الناس تبتدي تشوفها، لان حاجه معروفه من قديم الازل يعني ان كل المابس حتى في التشاينيز وفي دبي، وانا في دبي كانوا بيعملوا الفوت مساج، ده كان اهم حاجه عشان في المابس كلها بتاع كل اعضاء يعني بالبوينتس معينه. انا جربتها بره شويه، جربتها فحسيت صح كل ما ادوس في بوينتس معينه في حته معينه مسؤوله عن كيسز معينه في الجسم. فبجد الجلسه ديت اثبتت لي ان في علم اسمه علم الفود مساج الريكفلكسولوجي. دايما حضرتك بنلاحظ ان في فرق جدا بين الفود مساج وبين الريفلكسولوجي. تمام. الفود مساج هو بينشط الدوره الدمويه ويفك الاربطه شويه. الريفلكسولوجي لا، انا جدا على بوينتس معينه، كل بونس انا بضغط عليها بتاثر على عضو، هنا الكلى، ده الكبد، هنا الجهاز الهضمي، الرئتين، العينين، الاذن. عشان كده بنقدر نشخص كل حاجه من خلال بطن القدم. دايما بنقول كده الوجه هو الحاله النفسيه او المرايه اللي بتعكس الحاله النفسيه عندنا. لكن بالنسبه للقدم هي تعتبر القدم هي مرايه الحاله العضويه. عشان كده دايما بنقول ايه؟ راحه الجسد تبدا من القدمين. تمام. في اي مشكله في الكلام ده؟ لا تمام زي تمام. طيب تحب تنصح اي حد جمهورك ايه اللي يعملوه عشان يقدروا يحافظوا على جسم رياضي كويس؟ تمام. طبعا لازم اتبع برنامج رياضي في خلال الدي بتاعتي مع النيوتريشن بتاعت التغذيه بتاعتي، وكل فتره لازم اعمل جلسات مساج، جلسات فيزيولوجي، جلسات ابتدي اتشيك اوت على الموضوع بتاعي ده كله، ابتدي اعرف الهيلث بتاعتي، الهيلث الصحه العامه بتاعتي وصلت لدرجه ايه. انا كل مرحله من عمري ابتدي اعمل تشيك اب على الموضوع دوت. مع الرياضه بيقل الموضوع ده خالص. اي مشاكل بتحصل صحيا في الكبد، في الكلى، في الرئتين، تدخين، الكلام ده كله. هل بيأثر على العضلات؟ انهي المشاكل العضويه دي طبعا بتاثر على جسمي. لما يبقى انا رياضي العمود الفقري بتاعي بيبقى كويس، المصل بتاعتي تبقى كويسه، البونز بتاعتي تبقى كويسه، قوه التحمل بتاعتي تبقى احسن، الاداء الوظيفي بتاعي احسن. بنجيب فرق بين حد بيعمل رياضه من صغره لحد بيعمل رياضه من عنده سن عالي، بيبتدي كفاءه الاعضاء بتاعته تشتغل لليميت عمر اعلى. فهو ده الموضوع المهم، ان الرياضه مش موضوع انا بعمل رياضه عشان هي رياضه، لا، الرياضه ما طبعا الاعمار بيد الله، بس هي بتزود الكفاءه بتاعت الاعضاء بتاعتي، بتزود كفاءه العمر بتاع كل اعضاء. الانسان اللي عنده 50 سنه رياضي والانسان اللي عنده 50 سنه مش رياضي بيبان الكيسز بتاعته والشيخوخه ممكن. تمام. عامه احنا بنشكر حضرتك جدا يا كابتن، ودايما نقول للناس لازم كلنا نهتم بالرياضه، اوكي، لان ده كله انعكاسات. وانا طبعا بضم صوتي مع صوت كابتن حسن. واي استفسار يا ريت تكلموني على 012 36 90 535 او عن طريق الايميل سعد_استاذ online@yahoo.com. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.